السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. بتحصل ان عيالنا بيزنوا عايزين اكل وسط الاكلات يعني، او وقت المذاكرة او الصبح. زن يعني كده جميل. فاحنا عايزين نعمل حاجة كده تاخدش مننا وقت، وفي نفس الوقت يبقى عندنا مخزون منها بحيث ان احنا نطلع منها في اي وقت. طب هنعمل النهاردة كمية من المعجنات ونوع معين من الكيكات، وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات كتير من النوعية دي علشان تكون عندنا دايما في الفريزر انواع من السناكس الصحي لولادنا. يلا بينا نبتدي بسرعة كده ان شاء الله. هنا هستخدم نوعين من الدقيق او اللي انت يعجبك، يعني بستخدم الصقر الاطيب، حلوين في المعجنات. كاكاو، واستخدمي الكاكاو الخام الاسباني علشان تقللي الكمية وفي نفس الوقت تجيبي نتيجة كويسة. بيض، بيكنج باودر، فانيليا، وخميرة فورية. انا بجيب الباكت النص كيلو وبحطه في البرطمانات وبخزنه في الفريزر، بيفضل لغاية اخر معلقة ممتاز. هحط هنا كيلو دقيق. العجينة دي حلوة جدا، اساس جميع المعجنات. نص معلقة ملح، ربع كوباية سكر، نص كوباية زيت، وبضاية. واللي انا حطيته في الاخر المعلقة البيضة دي محسن خبز. لو مش موجود عندك حطي معلقة خل كبيرة. انا حطيت محسن خبز بيبقى موجود عند خامات الحلواني. هضربه في العجان يعني، بس انا نسيت هنا احط الخميرة. هرجع احط الخميرة معلقة ونص على كيلو دقيق، وهزود من انا هنا حطيت زي كوبايتين ونص حسب ميه، حسب نوع دقيق بالنسبه لك يعني. بس اهم حاجه تكون العجينه ملمسها زي ما انا بوريكي بتلزق كده شويه وطريه، مش يابسه ولا انها سايله قوي. خلاص، دي اهم حاجه في المعجنات. عشان نلمها بقى بحط في ايدي معلقه زيت وبلمها شويه كده لغايه لما تعمل شكل متناسق كوره كده، وبسيبها تخمر. في اثناء بقى الموضوع ده هبتدي اعمل الكيك. انا كده هحط كوبايه وربع دقيق، وربع كوبايه كاكاو خام، معلقه كبيره بيكنج باودر، ونص معلقه بيكنج صودا اللي هو الكربونات. دي المواد الجافه. اشتغلي على طول كده، خلي كل الخامات جنبك وكله نشتغل مره واحده. هحط بيضتين، عليهم كوبايه الا ربع سكر، ومعلقه كبيره فانيليا. نضرب المكونات مع بعض. هنا ممكن ما تستخدميش المضرب الكهربائي، بس انا بحب استخدم مضرب الكهربائي لاني بحب ادخل هواء على قد ما اقدر في الكيك. وطبعا البيض مع السكر هو اكتر هواء، اكتر خطوة بتدخلي فيها هواء. احط هنا تلت كوباية زيت، تلت كوباية زيت. والمفروض في الوصفة هنا، لان انا هعمل كيك فات شوكولاتة، كوباية زبادي يعني، او كوبايه الا معلقتين، عشان هنا مش واخدين غير بيضتين بس، يعني عاملين نص مقدار. فانا هستبدلها بتلت كوبايه لبن مع معلقه خل. الموضوع ده يمشي. وممكن تستعملي برضو اللبن الرايب. يبقى هنا تلت كوبايه زيت، تلت كوبايه لبن رايب، او زبادي او لبن وعليه خل. كده المكونات السايله مع بعض، المكونات الجافه مع بعض. انا هنا سايبه العجينه تخمر. خدوا بالكم من طريقه الخطوات علشان تنجزي. يبقى ابتدي بقى انزل واحده واحده. بس انا هنا بكون بغلي شويه ميه سخنه علشان تدي طراوه وهشاشه، والفادج يطلع بالحلاوه اللي احنا بناكلها بره. طبعا الفادج ده، الكيكه اللي انا بعملها دي ممكن تتزوق تعمل جاتوه. يعني جاتوه الفادج ده معروف جدا. فانا بديكي ابسط الطرق وطرق اقتصاديه جدا. انا هنا معايا نص كوبايه ميه سخنه، مش هاخدها كلها يعني، هاخدها الا معلقتين بس. انا عايزه مثلا ايه، العجين بتاعي يبقى سايل كده. يعني انا ما خدتهاش كلها، اخدت يعني معلقتين فاضوا بساط كده جدا. بس لازم تكون سخنه. بص العجين سايله، شايف العجين؟ ما تخافيش ان هي سايله، لا هي واخده البيض بتاعها كويس، واخده البيكنج باودر، هتعلى معاكي في الفرن. هنا ممكن تخبزيها في صينيه 22. بس انا هخبزها في الفويل هنا علشان انا عايزه اعمل حاجات تتفرز.
وعايز او ممكن اقطعها طبعا وافرزها، بس ايه، كل واحد يبقى عنده نصيبه يعني، واقدر افرز واطلع جزء بسيط كده، واقدر ازوقها كمان في نفس الفويل اللي انا عاملاه. بصوا مش بملاه قوي، ده فويل رفيع اللي هو بتاع الرز بلبن تقريبا او المكرونه البشاميل، لا تقريبا بتاع المكرونه البشاميل. وعملت الكبات دي برضو بتسهلي، وكمان في نفس الوقت بتقلل المواعين يعني. بصوا العجينة بقى، انا كده خبزت الكيك على 180 وهسيبه لغاية تقريبا من تلت ساعة نص ساعة ل5 دقايق. شايفين العجينة حلوة ازاي، وقد ايه الخميرة ممتازة فيها، قوامها حلو جدا. هعمل منها، انا دلوقتي عملت العجينة، هبتدي افكر بقى انا هعمل ايه. اعمل لها منها حشوة بالجبنة، وكمان هاخد حتة كده اعملها برضو بيتزا صغيرة. تمام، حسب الحشوات الموجودة عندكم. ممكن نحشيها كمان سكر وقرفة، وممكن تتحشى عجوة، ممكن تتحشى ملبن، ممكن تتحشى شاورما، يعني ممكن تتحشى برجر. بصي العجينة دي أساس لجميع أو معظم المعجنات اللي احنا إن شاء الله هنعملها في الحلقات الجاية، فخليكي فاكراها وتعلميها كويس قوي علشان نقدر يعني نعمل تنويع، تشكيلة حلوة وتكون موجودة عندنا في الفريزر لأي طلب. لأي طلب يعني هم محتاجينه وقت المذاكرة، مع كوباية شاي، مع الصبح برضو قبل ما ينزلوا المدرسة إذا كان ولادك بيفطروا. كل الحاجات دي بتفيدنا قوي قوي، وبتريح أعصابنا كمان من الزن يعني. بس أهم حاجة إن انتي تنظمي شغلك. زي ما أنا قلتلك، أنا ابتديت أعمل العجينة الأول، سيبها تخمر، ابتديت أخش مع الكيك، دخلته كانت الفرن، كانت العجينة خمرت طبعا من حرارة الفرن، ابتديت أشكل فيها والكيكة جوه الفرن. بس اهم حاجه تكوني محضره ادواتك وحشواتك بالمتاح عندك، ما توجعيش دماغك يعني. انا هنا هحشي الجبنه، لان الموجود كان عندي الجبنه دي جميله قوي، جبنه طبيعي مطبوخه اسمها مزايا الوادي، حلوه قوي وطعمها جميل جدا. هبتدي اخد جزء واقفلها كويس قوي 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 قوي، مش هعمل تشكيله يعني ولا اعمل حاجه، هي شبه القرص كده، هتطلع في منتهى الجمال، كايزر صغير كانه محشي. ما اقولكوش على الجمال والله، ان شاء الله هتشوفوه مع الفيديو وقد ايه هتعجبكم. انا كده عملت اول جزء، النص الاولاني، وسبته يخمر، حطيته في الصاج، عمل لي صاج حلو جدا اللي هو 30 في 40. مليته ما شاء الله. وهنا هبتدي اعمل البيتزا. اسهل طريقه بقى عشان ما ابتديش افرد العجين واقرصه تاني، واقرصه بعدين الم وافرد واقرص يعني اعمل بالكوبايه والكلام ده تاخد وقت. احنا هنا اسرع ان احنا ناخد العجينه كده ونفردها بايدينا والم، ومش هيهدر مني اي عجين يعني. بسرعة بفرد وبحط في الصاج، بفرد وبحط الصاج. لو الاسهل بالنسبة لك ان انتي تقرصي تفرديها كلها وبعدين تعمليها تقريص بالكوباية او اي حاجة اعمليه. وطبعا بتخرميها، تحطي بقى ايه اي يعني حاجة عندك حطيها على البيتزا. هنا انا دهنت وشه طبعا بصفار البيض، وعليه نقطة مية وفانيليا عشان الريحة. احط طبعا سمسم، حبة البركة، وادخله على اعلى درجة في الفرن. البيتزا عندنا احط الصلصة، بوزعها كويس. دي صلصة يعني من صلصة مكرونة مثلا انا كنت بعملها وشايلاها في التلاجة، او معلقة صلصة عادية يعني مش لازم طماطم. وبعمل شوية فص ثوم مع زعتر مع الطماطم وخلاص كده، بتبقى صلصة سريعة بالنسبة لي بقدر اعملها. ممكن احط كاتشب، عارفة اللي موجود عندك اعمليه. كان عندي شوية لانشون قطعتهم، زيتون، شوية جبنة موتزاريلا، ماشي الحال. شايفين بقى القمر اللي طلع ده؟ طبعا انا كده كنت خلاص خبزتها وانا بحضر البيتزا. الموضوع ده خد مني بتاع ساعتين 3 الصبح كده، كنت عاملة شوية حاجات حطيتهم علشان ينقذوني في يعني طلبات الولاد والفطار الصبح. ايه رأيكم بقى في القمر اللي طلع ده؟ والله العظيم في منتهى في منتهى في منتهى الجمال. هوريكم من جوه. بصوا الجبنة سايحة ونايحة كده وهشة، جميلة 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 جميلة. حطي اي حاجة جوه المعجنات دي مش هتقولك لا. طبعا مش هنسيب الكيكة، شايفين الكيكة طلعت قمر ازاي،
حلوة. سبتها تهدى عبال ما كده البيتزا كانت في الفرن. هحط بقى عليها النوتيلا. هنا النوتيلا سيبتها بشوية زيت. تمام، مش موجود حاجة خالص، مش مهم، هي حلوة كده جميلة، مش لازم زينا، بس يعني عشان ايه، نفتح نفسه. وطبعا زينتها بشوية كريز، زينتها شوية كريسبي وكده. المعجنات والكيك خلص معايا. هشيل جزء في الفريزر. الكيك هغطيه كل واحد بكيس كده علشان ما يلقطش اي ريحة. المعجنات برضو وهي سخنة بعد ما هدت كده بتتحط عشان تطلع كأنها طازة. اما بتسخنيها في الميكرويف، لا اما بتسيبيها تهدى وهي ترجع طازة وزي الفل. وهكذا برضو الكيك، مفيش مشكلة خالص. الكيك ده ممكن يقعد معاكي ب3 شهور وهو مش هيغير طعمه ابدا. والمعجنات هكذا برضو. بس بصراحة يعني أنجزنا، وإن شاء الله يكون الفيديو خفيف عليكم، وانتظرينا في فيديو جديد مع طرق جديدة.